وبعد كده بنكمل طريقنا عشان نطلع على البحر. الطرق جميلة ومريحة للنفسية، ومنظر النخيل روعة لحد ما نوصل إشارة الشبان المسلمين. ولو جاي من الطريق الدولي دي أول لقطة للبحر، عينك بتلمع. عاوز بقى أقول لكم هنا بندخل عالم تاني خالص. كورنيش اسكندرية، تسمح لي أطلع من العامية؟ أنت في حضرة الجمال والجاذبية. كورنيش اسكندرية مش مجرد طريق ماشي جنب البحر، ده مساحة مفتوحة للقلب، مكان الواحد فيه بيفكر ويهدى ويرتب نفسه من جديد. وبنعدي على كازينو الشاطبي. كازينو الشاطبي تاريخ قديم، اتحول من قاعة أفراح لموقع سياحي وكافيهات على أعلى مستوى. واحنا مكملين طريقنا على البحر، خلينا أقول لك معلومة سريعة كده عن اسكندرية. اسكندرية اتأسست سنة 331 قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر بعد ما دخل مصر وطرد الفرس. اختار مكانها بعناية بين البحر المتوسط وبحيرة مريوط عشان تبقى همزة وصل بين الشرق والغرب. نكمل جولتنا واحنا طالعين على كوبري سيدي جابر، شريان مهم من شرايين المدينة. ومن هنا يبان فندق القوات المسلحة، موقع استراتيجي